شوفوا شوفوا، يما قلبي، قلبي يما، قلبي الصغير لا يتحمل. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الطبخة بتاعتنا النهاردة. هتبقى المسقعة. اول حاجة فن اختيار البتنجان. انا عارفة ان احنا هنا في الخليج بيبقى البتنجان ليه مواسم، فتقريبا يعني احنا لسه لما ندخل في الشتاء هو ده الموسم بتاعه. احنا لسه ما دخلناش في الشتاء قوي. يا جماعة الخير، نصيحة مني لما تيجوا تقطعوا البتنجان قطعوه بالطول كده. انا لسه طبعا هقشره. ليه؟ لما تقطعيه بالطول كده مش هيشرب منك زيت، انما لو قطعتيه بالعرض خلاص هيشرب كل الزيت اللي في الطاسه، واحنا مش ناقصين دهون بقى. انا قطعته بالطول كلها تمام. وبعد ما بتقطعيه بالطول طبعا بترشي عليه ملح علشان خاطر ان هو ينزل الميه بتاعته. بتسيبيه قيمه مثلا تلت ساعه نص ساعه بس ينزل الميه بتاعته كلها، عشان خاطر لما بتحطي الملح بيخليه ان هو ما يشربش زيت او كميه كبيره من الزيت في الطاسه. هخلص الكميه كلها وهرجع لكم. بصوا، خلونا متفقين ان في ناس بتحط بطاطس مع المسقعه المصريه وفي ناس ما بتحبهاش، بس انا بحطها لان ولادي بيحبوا البطاطس. حتى لما باجي مثلا احمر البطاطس برضو بحمرها، يعني بقطعها بالطول كده عشان ما تشربش زيت، وغير كده بتبقى فيها لحمه كتير، يعني لحمه البطاطس او الجزء الملحم كده، تحسي البطاطسايه كده مليانه بطاطس، مش مقرمشه. بالذات لو هتطبخيها مع حاجه تقطعيها برضو كبيره شويه وبالطول. بقى دلوقتي خلاص بعد ما سيبنا البتنجان قيمه ربع ساعه نص ساعه نزل كل ميته والملح بتاعه، هنبدا بقى نقلي البتنجان. بس يا ريت تخلي بالك عشان ما ينحرقش منك. خلاص دي انا هبدا بقى اطلعها. اما الاقي كده وطي النار على طول وابداي شيلي بقى البتنجان. اللي انا كنت بتكلم معاكم فيه ان احنا لازم نقطع البتنجان بالطول والبطاطس عشان ما تشربش كميه زيت. يعني تعرفوا يعني من اول ما انا بدات اقلي البطاطس هما دولت حبه الزيت يعتبر، او حبه اكتر شويه، وتحسي برضو ان في زيت ان انا اقلي كمان بتنجان. فعشان كده اما تقطعيها بالطول ما بتشربش زيت كتير وما بيبقاش فيه زيت كتير في الاكله، فتبقى دسمه وتقيله قوي. هنبدا بقى نعمل المسقعه. عندك نفس الزيت اللي انت قليتي بيه البتنجان صفيه، التوم ده انا مخزناه يعتبر خلاص، ده اخر توم كان عندي من مصر بقى، عقبال كل مره ان شاء الله. فهتبداي دلوقتي تحمري بقى التوم. هنبدا بقى نعمل المسقعه. عندنا التومه تمام بنفس الزيت بتاع المسقعه اللي انا قليت فيها البتنجان بقى. صح، معلش انا مستعجله وبتكلم بسرعه عشان خاطر خلاص هما جاعوا وانا كمان والله جعت وتعبت. ربع كوبايه خل. خلاص هبدا بقى اسيب الخل يتبخر شويه، ما يبقاش الكميه الكتيره دي. في المرحله دي لو انت عايزه تحطي كمون حطي، مفيش مشكله. انا حطيت الطماطم، صلصه الطماطم. مش عايزه كل مره اشكي ان احنا الطماطم عندنا للاسف في الفتره دي بتبقى صفرة شويه، فاحسن شيء ان احنا بنحط الصلصه المعلبه. والله بتطلع حلوه، هنعمل الحمد لله. خلاص انا عندي الصلصه اتسبكت. هبدا احط معلقه كزبره ومعلقه كمون وكده. خلاص هبدا ارص بقى الصينيه بتاعتنا. اول طبق يعتبر حطيت حبه بطاطس. انا المره دي عملتها مختلفه شويه عن كل مره. انا كنت لما باجي اسبك مثلا الطماطم كنت برص البتنجان فيها، يعني كانت الطماطم بتتسبك مع البتنجان. فانا النهارده غيرت الطريقه وان شاء الله تبقى حلوه. فانا بدات خلاص رصيت البطاطس، حطيت الفلفل الرومي. ما تعيبوش يا جماعه، الفلفلايه كبيره شويه انا عارفه، بس ما لقيناش فلفل صغير للاسف، فاحمد الوحيد هو اللي بيحب الفلفل فجبت له وحدايه بس. وحطيت رصه البتنجان تمام. هبدا بقى على نار هاديه خالص اسيبهم يتسبكوا مع بعض. حطيت بقيه البطاطس وخلاص. وبصي بقى حطيها على نار هاديه خالص تمام، قيمه ربع ساعه نص ساعه براحتك، وخدي بالك منها وبس. وخليهم بقى كلهم يتفاعلوا مع بعض، واحلى مسقعه مصريه من ايد دينا. البابا غنوج سهل جدا جدا. اول حاجه البتنجان يكون مشوي، بس لما تيجي تنقي البتنجان لازم تنقي ان هو مقلبص شويه بمعنى اصح عشان يبقى مليان لحم، وتقعدي بقى تشويه على كل الجوانب لحد ما هوريكي. بنشويها لحد ما توصل للدرجه دهيت، بمعنى اصح احنا بنسوي اللحمه اللي جواها. بس خدوا بالكم لان هي بتبقى عايزه كل شويه تقلبيها علشان ما تنحرقش بس منك.
بقى يبرد خالص لحد ما تقدري تمسكيه بايدك وتقشريه. لو انت بقى سوبر وومن وقادره تمسكيه تقشريه بالطريقه دي، يبقى الله يسهل لك ويقويكي ويحفظك. انا مش هقدر، لا بتبقى نار عاليه قوي بصراحه، بتبقى حراره، اللهم اجرنا من نار جهنم. بصوا انا هنا خلاص بقى يعني مش حمرت، شويت مني بعمل حاجه تانية قصادها بحمرها فنسيت. خلاص انا هنا دلوقتي شويت البتنجان وقشرته من القشره بتاعته، وعلى الكيتشن ماشين الخلاط اي حاجه بقى انت عايزاها تضربيها فيه، عايزاه تسيبيه كده براحتك خالص. بس انا يعني احنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه. طحنيه في الخلاط. هنا بقى انا خلاص خلطت البتنجان بتاع البابا غنوج في الكبه تمام، وحطيت عليها بس طحينه، كميه الطحينه بقى اللي انتوا عايزين. بابا غنوج يا جماعه يعني لازم توم، ولا لو عندك كمان تبوله حطي منها التبوله عادي مفيش مشكله، اللي هي مثلا بتبقى توم، فلفل رومي مطحون، اللي هي خل طبعا وملح وكمون والكلام ده كله، وطبعا خل، اعصري ليمونه. احلى بابا غنوج مصري في الجلد. بقى الدنيا ايه كلها معفوسه حواليا. انتوا عارفين بقى اما بنيجي نعمل مثلا مسقعه والبابا غنوج والسلطه الخطيره دي، هقول لكم مكوناتها. دي كان بابا الله يرحمه كان بيعملها لنا، كانت اطعم سلطه بتنجان بدوقها في حياتي، وانا بقيت اعملها كمان. دي بقت اساسي عندنا جنب البابا غنوج وجنب المسقعه. سلطه الايه البتنجان. بجيب البتنجان بعد ما مثلا بحمره، بفتته كده بالشوكه، وفتتيه براحتك اي طريقه انت عايزاها، مع لو عندك كزبره خضراء مثلا، لو عندك بقدونس، طماطم مقطعه، خيار، لو بتحبي جزر حطي، بس انا ما بحبش عليها جزر. كتري بقى خل وليمون وملح وكمون. في ناس بتحط عليها طحينه بس انا ما بحبهاش بالطحينه. والله العظيم اطعم سلطه بتنجان هتدوقها في حياتكم. الشكل النهائي يا فندم لصينيه المسقعه بتاعتنا. تسلم ايدك. تسلم يا حب. وادي البابا غنوج، انا ما قدرتش اصبر بصراحه، قمت واكله لي لقمتين كده. ودي كانت اكلتنا وطبختنا النهارده. ابقى بابا غنوج في مصر هناك.